في يوم من الأيام كنت ماشي بالسكوتر عادي جدا، لقيت القطة دي في الشارع شدتني شدة غريبة. فبصراحة وقفت لها ورحت قعدت ألعب معاها، ومن كتر العشم اللي فيها لقيتها بتطلع عليا بالشكل ده. فكانت عسل بطريقة زيادة عن اللزوم. بس للأسف ما عرفتش أخدها معايا البيت وسبتها وكنت زعلان جدا. بس تاني يوم قعدت أفكر فيها وقلت لازم أروح وأجيبها وأخدها معايا البيت. سلمى كانت معايا هنا هوت، ولكن لسه ما كناش اتجوزنا. وسلمى عاشقة للقطط زي ما انتوا شايفين كده، فرحتها بالقطة كانت عاملة ازاي. المهم وصلت سلمى للبيت واخدت القطة معايا في الشنطة عشان ما كانش حد معايا بيمسكها، وزي ما انتوا شايفين كانت شقية جدا وعمالة تفلفص. المهم طلعت بيها البيت ومحدش كان عارف ان انا معايا قطة، وقررت افاجئهم واشوف رياكشنهم عامل ازاي. ماما. وحرفيا على الرغم ان محدش منهم كان عايز يربي حيوانات في البيت، الا ان لما شافوا القطة حبوها جدا، وبالذات ابويا. وبكده القطة بقت معانا في البيت والحمد لله وفي امان. ومع مرور الوقت جبنا لها لطفي. وبكده بقى عندنا لولو ولطفي، والاتنين حبوا بعض جدا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وبعد فترة من الوقت حصل اللي حصل، ولولو بقت حامل، ولكن تخلف وسط لطفي لا. لولو كانت أقرب حد ليها هو والدي، وما كانتش بتسيبه لحظة حرفيا، وقررت تولد على رجليه. الفكرة بقى هنا إن والدي ما كانش بيتعامل مع لولو على إنها قطة، لا ده كان بيتعامل معاها على إنها بنته. والفكرة بقى هنا إن لولو دي مش أول خلفة ليها، أول خلفة ليها خلفت اتنين وكانوا ميتين وكلتهم. فاحنا هنا هو اتخلفت واحد ومات، وده كان التاني. فأنا كان من خوفي هنا برضو كنت حاسس إن هي هتاكله، ولكن الحمد لله كانت بتحاول تمسكه بس بشكل مرعب زيادة عن اللزوم. وفي الآخر خدته ونزلت بيه تحت السرير. بس المنظر كان مرعب حرفيا وفاكرها هتاكله، بس الحمد لله أخدته تحت السرير وقعدت تنظف فيه فقط لا غير. ومن هنا ابتدى التوتر للولو. فكل ما تشوف حد يروح على الأوضة عشان يشوف القطة الصغيرة تجري وراه وتطمن. وده كان طبيعي، بس هي كان عندها توتر بزيادة. وزي ما انتوا شايفين كده هي بتطمن عليه، بتشوفه لسه عايش ولا لا. ودي غريزة الأم يا جماعة، ولما تطمن ان هو عايش بتسيبه عادي وتقول لي تمام. وزي ما انتوا شايفين كده لولو مدياني الأمان ان انا اطبطب عليها واطبطب على النون الصغير من غير اي اذى ومن غير خوف من لولو. بس عدى كام يوم وابتدت لولو ما تاكلش خالص، وابتدت تخاف اكتر من الاول، ومبقتش تطلع بره المكان ده نهائي، وما بتسيبش النونو الصغير وتفضل حضناه طول الوقت وخايفة عليه من غير أي سبب، على الرغم إن النونو الصغير ده فراك فرق السنين وما بيقعدش في مكانه ثانية واحدة على بعضها، لدرجة إن لولو بقت بتزهق منه بتخرج تنام بره وتسيبه هو لوحده جوه يفرك مع نفسه. بس بمجرد ما يطلع صوت تلاقي لولو عنده في ثانية إلا ثانية تطمن عليه. وهنا كانت أول مرة لولو تمشي خالص وما تبقاش موجودة، فقررت أنده لسلمى عشان كان نفسها تشوف النونو الصغير. ولما لولو رجعت حست ان في حاجه ما كانتش مظبوطه، ولكن لقت ابنها تمام وكل حاجه كانت تمام، ولكن تحس ان هي كانت متوتره او في حاجه غلط. والصوت اللي سلمى كانت طلعته ده عمل لنا مشكله كبيره، لانها لما قطه جت تاني عملته قدامها ولولو خافت. وحصل اللي حصل، واللي حصل ان سلمى ادت رياكشن عادي للقطه الصغيره ككيوت وكده هوت، فبتقول كيوت عادي بصوت كيوت. فالقطه اتخضت لولو وقررت تهجم على سلمى. انا اللي كنت قدام لولو، فبدل ما تهجم على سلمى انا اللي خدت الموضوع ده كله ونطت على وشي، والحمد لله. ومن المنظر اللي سلمى شافته جالها فوبيا من القطط. انت تعوريني. اهو يا سلمى. اهو. ما انا بطبطب على لولو اهي. بغض النظر عن اللي حصل لي من القطة، انا عارف ان كان بدافع الخوف وكانت بتدافع عن ابنها ومن التوتر. بس كل اللي صعبان عليا هو الكائن لطفي ده اللي حرفيا مش عارف يشوف ابنه او يقرب منه، حرفيا كأن لولو رفع عليه قضية. كل ما يجي يقرب من القطة الصغيرة لولو تيجي وتهجم عليه بسرعة، يا اما تضربه يا اما تبعده عنه. حرفيا لطفي ده اغلب قط شفته في حياتي اقسم بالله. حنية الدنيا كلها فيه، وللأسف عشان هو غلبان لولو معلماه الأدب بزيادة. وزي ما انتوا شايفين كده أنا آخري إن أنا أطبطب على لولو وأطبطب على النونو الصغير، إنما أبويا هو الوحيد اللي لولو تخليه يعمل الموضوع ده. انا شهيد. لأن لولو حرفيا كانت ممكن تاخد البيبي الصغير وتطلع تنام بيه في حضن أبويا، الوحيد اللي ممكن تعمل معاه كده. وبس كده قصة لولو ولطفي.